تعالوا نعمل شوية أكلات سريعة كده، ومنها أكلة النهاردة أكلة سهلة وسريعة جدا. طبق سوسيس جنب طبق مكرونة أو كريب، أو نعمله في سندوتشات، بيبقى سهل جدا ولذيذ، ما ياخدش مننا أي وقت خالص. يعني بالكتير نص ساعة في المطبخ وأحلى أكل يكون جاهز. ويلا نبدأ ونسمي الله كده. وأول حاجة مية سخنة على النار، وهسلق السوسيس 3-4 دقايق كده واشيله من على النار على طول. بعد كده هبدأ أقطعه قطع صغيرة بالشكل ده. وفي نفس الحلة اللي احنا سلقنا فيها غسلتها وحطيتها تاني على البوتاجاز، وحطيت فيها معلقة زيت، وهنزل فيها بشرائح بصلاية واحدة، وفلفل احمر واصفر واخضر، اي تقطيعة انتوا عايزينها. انا هنا مقطعة شرايح. لو عندنا زيتون كمان بيبقى حلو قوي مع الاكلة دي، الزيتون الاخضر بيبقى جميل جدا معاها. نشوح بقى الفلفل مع البصل بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليهم بشرائح السوسيس اللي احنا قطعناها بالشكل ده، مع رشة ملح ورشة فلفل اسود. وبس على كده، مش عايزين اي بهارات تاني خالص. حابين بقى تضيفوا اي صوص عليها، يعني مثلا مستردة، كاتشب، اي صوص عايزين تضيفوه على الوصفة دي دلوقتي تقدروا تضيفوها، او تخلوا الصوصات بره. واللي حابب بقى يعمل سندوتشات ويحط زي ما هو عايز براحته خالص. انا بخلي الصوصات بره عشان كل واحد يحط اللي هو عايزه. وبس كده نعمل بقى سندوتشات مع كاتشب، مع مايونيز، مع اي صوص احنا عايزينه، او نحطها في كريب او عيش سوري او عيش تورتيلا، بتبقى تجنن. او تقلبوها مع مكرونة بصلصة برضو بتبقى اكلة حلوة قوي. وبس كده.